يا شباب اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل مقارنه بسيطه كده ما بين المدرب كولر النادي الاهلي وما بين موسيماني. طبعا ناس كتير هتتكلم عن المقارنه ديت ومين موسيماني ليه هتعمل مقارنه مع كولر، ده مدرب عظيم وده مدرب عظيم. لا، في هنا بعض حقائق لازم تعرفها عن المدرب موسيماني وكولر. تعالى في الاول، موسيماني مدرب ببطوله واحده بس. يعني ايه بقى؟ هقول لك يعني ايه. يعني موسيماني لما كان بيلعب في الدوري بيلعب في دوري الابطال، تمام؟ تعالى هنا بقى، اول ما جه كان ماسك دوري الابطال كان فاضل قبل النهائي والنهائي مع الزمالك لما خد التاسعه وكسبه، تمام؟ لعب هنا في الدوري، خسر الدوري مرتين ورا بعض، خد السوبر الافريقي، ماشي بقينا ماشي في بطوله واحده بس بياخدها، ما بياخدش بطولتين، مش عارف يحوش، مش عارف ان هو يجمع ما بين افريقيا وما بين الدوري المصري، مش عارف. اما هنا بالنسبه لكولر، كولر عمل ايه بقى؟ مسك الدوري ولسه لحد الان متقدم في الدوري رغم ان لسه له 6 ماتشات متاجلين، ده حاجه. الحاجه الثانيه ومثبت في دوري الابطال افريقيا اللي وصل النهائي وان شاء الله هياخد افريقيا، وخد 2 سوبر، وخد السوبر المصري، وخد كاس مصر، تمام؟ هنا كولر فرق ما بين ده بطوله واحده ودي كذا بطوله. تعال هنا في استخدام اللعيبه، كولر مع المباريات اللي لعبها شويه اللي لعبهم دول استخدم فيهم حوالي 30 لاعب 24 لاعب، استخدم فيهم لعيبه كتير، مع طبعا هم ايه 2 الحراس البدلاء. اما هنا موسيماني كان بيعتمد على 13 لاعب بس، وهم كل الناس عارفاهم ال 13 لاعب دول. ان حد حصل معاه اصابات ما بيعرفش يتعامل مع الموضوع، وكان مهلك اللعيبه خليهم موسمين 3 يلعبوا ما بيريحوش ابدا، زي علي معلول وحسين الشحات، زي ناس كتير جدا. ثالث حاجه بقى هنا وهنتكلم عليها ودي حاجه مهمه جدا، مستوى اللعيبه اللي في النادي الاهلي مع كولر حاجه ومع موسيماني حاجه ثانيه. عندك مثال حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمد هاني، تمام؟ وعندك حمدي فتحي، الناس دي انا ذكرتهم وغيرهم كمان مع موسيماني كان الناس كلها بتنتقد فيهم وكل شويه ليل نهار عمال يتكلم عليهم. مع كولر مستواهم رفع السما، مستوى حسين الشحات بقى في العالي، بيرسي تاو ما يقدرش يستغنى عنه في الملعب، حمدي فتحي بلا استغنى محدش يقدر يتكلم عليه، مفيش اختلاف عليه، تمام؟ محمد هاني طبعا مستواه كل يوم بيزيد عن الاول والثاني والثالث والرابع، حاجه مفيش اختلاف. المقارنه ديت لازم تعرفها من بدري، فرق ما بين موسيماني وفرق ما بين كولر، ولازم تعرف ان موسيماني مدرب ممكن ما يليش بالنادي الاهلي، لان النادي الاهلي بتاع كل البطولات، بيلعب في كل البطولات، اما كولر لا يليق بالنادي الاهلي. وبالتوفيق له وبالتوفيق للجميع. ما تنساش لايك وفيديو شير في القناه وفعل زر الجرس، والسلام عليكم.